ضيف تيك توك اللي هو. السلام عليكم، وياكم حسن البرشلوني صانع محتوى رياضي. حسون خلينا نبلش قبل بالأسئلة، والسؤال الأول يقول أنت ليش دائما تقول على ريال مدريد أنه هو نادي تحكيم؟ والله أنا أقول على ريال مدريد نادي تحكيم لأن أكثر المباريات اللي أشوفها لريال مدريد يستفاد من التحكيم، لذلك أنا أقول على ريال مدريد نادي تحكيم. حسوني هواي ناس تسأل وتقول أنت ليش مغثى؟ حبيبي انتوا فاهمين صناعة المحتوى الرياضي غلط، الرياضة لازم بيها تحفيل، الرياضة اذا ما بيها تحفيل ما راح يصير بيها حلاوة، فكرة القدم حلاوتها بالتحفيل، انا المحتوى اللي جاي اسوي بالتيك توك مجرد تحفيل لا اكثر. حسون هسه صار وقت انه انت تسألني. سجاد بالنسبة لي حاب اسألك سؤال، انت تشجع برشلونة لو تشجع ريال مدريد؟ اريدك تجاوبني. الصراحة انا اشجع ريال مدريد. زين تعال خلي اسالك اني، انت تشجع برشلونة على مود التفاعل والمشاهدات لو انت فعلا تشجع برشلونة؟ حبيبي وانا بصغري اشجع نادي برشلونة، تاثرت بلاعب اسمه رونالدينيو، هذا يعتبر عندي قدوة، افضل لاعب بالتاريخ من بعد ميسي، بسبب رونالدينيو حبيت برشلونة او شجعت برشلونة، يعني قبل لا يجي التيك توك وقبل لا تجي الموبايلات انا اشجع برشلونة من 2005. زين حسوني اكو واحد سألك وقال لك انت ليش دائما تقول بوم، وشنو هاي الكلمة؟ كلمة بوم هواي يسألوني عليها، فأول ما بديت صناعة المحتوى قلت لازم أخلي شغلة خاصة أو ميزة خاصة بي، يعني فد يوم جاي أمشي بالشارع سمعت اثنين ولد هذا اللي ينشر على التيك توك يقول بوم، هذا اللي يقول بوم، فهاي الميزة لازم تكون بكل صانع محتوى، كل صانع محتوى لازم عنده ميزة حتى الناس تعرفه من خلالها، فلذلك أنا اختاريت كلمة بوم. وبس، إذا عجبتكم الحلقة خلي لايك ومتابعة، وانتظرونا بضيف جديد، وفي أمان الله.